يلا نسوي حل البسكوت البارد بمكونات كلش بسيطة ومتوفرة بكل بيت. هنا جبت هذا البسكت والحليب والقيمر او القشطة. هنا خليت باكيتين بسكت كسرته وخليته بالخلاط، وخليت لتر حليب، وراح اخلي باكيت القشطة، طبعا الباكيت الحجم الكبير، راح اخلي خاشوقتين شكر، هاي حسب الرغبة حسب ما انتم تودون. راح اخلطهم، بعد ما خلطتهم وصل هذا القوام راح اقسم الخليط نصين او اقسمه حتى ما تعلقون، فقسمته نصين ونص خليت عليه ملعقة كاكاو بودرة، وراح اسويه بهاي الطريقة. ومن بعد راح اخليه بالبراد لمدة ساعة او ساعتين واقدمه. كلش سهل وطيب وسريع وما ياخذ وقت ابد، ومواده متوفرة بكل بيت، فانصحكم تجربوه. والاطفال طبعا راح يحبوه لانه يصير مثل السريلاك، بس هو كلش طيب. انا كنت اسويه هنا، أنا هاي سويت لكم الفيديو طبعا قديم من رمضان، لكن هسه نزلته، وانا حاليا ان شاء الله بالعراق راح انزلكم فيديوهات جديدة، فاشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل جديد، واقول لكم في امان الله ورعايته.